المواضيع. يعني لم تتطرق أي صحيفة من قبل لمواضيع مثل هذه بين رؤساء اتحادات أو رؤساء لجان، وهناك خلافات كبيرة جدا بينهما. بالعكس، يمكن دايما المفترض انه دور مهم جدا للصحافه انها تتناول مثل هذه الامور، لان احنا بالفعل محتاجين ان احنا نكشف مثل هؤلاء المسؤولين بشكل اكبر بالنسبه للقارئ. الكثيرون ينظرون على مسؤولين كبار على ان هم يمكن منزهين عن كل نقص، او ان هم يمتلكوا الموهبه في كل شيء، ولكن في احيان كثيره لا يكون الامر كذلك. ويمكن سيب بلاتر واحد من هؤلاء. يعني يمكن احنا محتاجين بالفعل ان احنا نكشف هذا الرجل، لانه يمكن له الكثير من الألاعيب وله الكثير من السلبيات، واعتقد انه اخطاؤه في السنوات الاخيره يمكن كثيره للغايه. نتمنى بالفعل ان الصحافه تسلط الضوء على سيب بلاتر وان تفضحه وتكشفه قدام الراي العام العالمي، لان احنا بالفعل محتاجين لمثل هذا الامر. عندما زعم كو بان استضافه قطر كانت خارجه عن إرادة جوزيف بلاتر، ما تعليقك على هذا عندما نقلت الصحيفة إلى هذه حقائق يجب أن تتأكد منها الصحيفة قبل نقلها للقراء. بصفتك صحفي، كيف تستطيع هذه الصحيفة بنقل مثل هذه الأخبار للقراء؟ يمكن الصحيفه نقلت على لسان مسؤول كبير، ولا يشكك احد يمكن في نزاهته او في ان هو مصداقيته، وخاصه ان هو يمكن لم يتناول مثل هذه الامور في الخفاء ولكن اطلقها في العلن، وبالتالي على سيب بلاتر من الممكن ان يرد على مثل هذه التصريحات اذا كان لديه الرد. ويمكن الكلام منطقي تماما وواضح تماما، لان بالفعل بلاتر لم يكن يرغب في ان تنظم قطر مونديال 2022، ودي كانت واضحه تماما. اعضاء اللجنه التنفيذيه في الاتحاد الدولي كلهم كانوا على قناعه كبيره جدا بفوز قطر وقدرتها على تنظيم المونديال، وبالتالي يمكن فازت قطر رغبا عن بلاتر. نعم، إذا نختم جولة